السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله هنعمل الزيتون الكلاماتا، اللي هو احلى انواع الزيتون. طبعا ناس كتير ما بتحبهوش، بس انا بصراحة عايزة اقول لكم ان هو من اطعم واجمل الزيتون اللي هتاكلوه في حياتكم. طبعا دي المخللات اللي عملناها شهر رمضان، موجودة كل فيديو ليهم موجود في القناة. طبعا زي ما انتم شايفين كده، ده الزيتون الكلاماتا. عايزة اقول لكم هو بيبقى لونه كده، بيبقى في منه احمر واخضر. طبعا انا هعملهم كلهم مع بعض، لان اللون المحمر ده كله هيروح لما تيجي تخلليه. هنبتدي زي ما انتم شايفين كده، ده من ارخص انواع الزيتون وهو اخضر، لكن مخلل بيبقى اغلى بكتير من الزيتون التاني. طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا جبت 2 كيلو. الكيلو كان عامل 30 جنيه، رحت جايبة 2 كيلو ب60 جنيه، وعندي نص كيلو من الليمون. طبعا عندي برطمان حلو كده زي ما انتوا شايفين، يشيل قد 2 كيلو. طبعا بقى لو الفيديو ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم، اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك. اول حاجة هننقض الزيتون بتاعنا زي ما انتوا شايفين، ولا هنفتحه ولا هنشقه ولا اي حاجة خالص. احنا كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا لو في اي حباية كده، ولا في ورق، ولا في ورق شجرة او اي حاجة، بننضفه. وبعد كده بنروح غسلينه، نغسله غسلة كويسة جدا. وبعد ما بنغسله نبتدي بقى نمشي بالخطوات اللي انا هقول لكم عليها. اول حاجة هنزل ب6 معالق من الملح، وطبعا عندي خل، وطبعا الليمون. الاول انا غسلته زي ما انتوا شايفين كويس كده، بعد كده بروح نازلة ب5 معالق من الملح في قلب الزيتون بتاعي، وبنزل عليه بربع كوباية من الخل. طبعا الخل ما تكتريش عن ربع كوباية، لان احنا كده كده هنضيف ليمون برضو معاه. هنبتدي بقى دلوقتي بعد ما نقلبه بالشكل ده، هروح واخدة دلوقتي طبعا انا لو عديتوها هتلاقوهم 5 معالق. هقلبها كويس، وبعد كده بروح نازلة عليه في البرطمان بتاعنا بالشكل ده. طبعا ولا هنعمل دقة ولا اي حاجة من دي خالص. عايزة اقولك هي دي الطريقة الصحيحة بتاعة الليمون ده، بتاع الزيتون ده. طبعا هنعصر في البرطمان بتاعنا حبة ليمون حلوين، وبرضو هنعصر في الطبق بتاع المحلول بتاع الملح. حاجة كمان بالنسبة للمحلول بتاع الملح، بتغلي مية سخنة وبتسيبيها تبرد تماما، وبعد ما بتبرد بتبتدي ان انت تشتغلي في الزيتون بتاعك. طبعا زي ما انتم شايفين، طبعا كمان ببقى مجهزة 3 فصوص من الثوم. طبعا المية حسب كمية الزيتون اللي انت تستخدميه. فنزلت هنا ب3 معالق من الملح، ونزلت عليها بالليمون بتاعنا. هنعصر شوية ليمون حلوين كده، كمية حلوة كده قد نص كيلو، اكتر من نص كيلو كمان. هنحط هنا حبة وهنا حبة، طبعا الشنطة دي كيلو ونص. وهنجيب حبة ليمون بقشره كده، نحطهم على الوش من فوق. حاجة كمان بالنسبة للزيتون، أنا عملت وصفات الزيتون التفاحي، وعملت كمان الزيتون العزيزي، وعملنا الزيتون السريع. كل الوصفات دي عملناها موجودة في القناة، إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. المخللات بتاعة رمضان، عملنا الفلفل الحراق، وعملنا كمان الليمون المحشي جزر، وعملنا الفلفل الزيتون المخلل من غير ما نشققه أو إن احنا نفتحه. عملنا 4 طرق أحلى من بعض. طبعا عملنا كمان الزيتون بالخلطة بهريسة الشطة، وبرضو عملناه اللي هو من غير هريسة الشطة. طبعا الزيتون الكلاماتا ده أنا عملته كده بصراحة، هي دي الطريقة طعم قوي. أنا ما بحبش أدوق أحط فيها هريسة شطة. حاجة كمان برضو بالنسبة لليمون، قشر الليمون ده يا جماعة اوعي ترميه، ده أحلى كنز عندك في البيت. أنا بستخدمه في عمل الصابون للصلب، وكمان عمل الباور، وكمان عمل الجل الباور. طبعا الوصفات دي هتعجبكم جدا، موجودة عملي في القناة، خشوا شوفوها برضو هتعجب حضراتكم أوي. طبعا بسم الله ما شاء الله، خدنا كمية الليمون اللي احنا عايزينها في البرطمان، وبرضو في الطبق بتاعنا.
زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بالمية بتاعتي كده، خلاص اتظبطت ملحها مظبوط، اروح نازلها عليها في البرطمان بتاعها. طبعا لو انتي اول مره تعملي الليمون المخلل، قصدي الزيتون المخلل، هتجيبي الملح تروحي حاطاه في بلاش تحطي، هتحطي معلقتين بس في الزيتون قبل ما تضيفيه في البرطمان. وبعد كده تظبطي ملح كويس في قلب الطبق بتاعك، وتروحي مظبطه الملح، وتروحي جايبه بيضه مسقطاها في البرطمان في الطبق قصدي. لو لقيت البيضه نزلت لتحت يبقى الميه محتاجه ملح، لو لقيت البيضه طلعت لفوق يبقى الميه بتاعتك مظبوط ملحها تمام. انا عشان عارفه انا يعني متعوده على ان انا اظبط كده الزيتون، يبقى كده مظبوط، هو الملح كده هيطلع 10/10. زي ما انتم شايفين كده، اروح قافله البرطمان بتاعي واروح رجاه رجه حلوه بعد ما حطيت 3 فصوص من الثوم. وبالشكل ده خلصنا الزيتون بتاعنا. كلي بقى احلى زيتون كلاماتا تكليف حياتك. طبعا الكيس بتاع هجيب كيس فاضي كده، واروح واخده الليمون ده. طبعا فيه حاجه كمان، لو انت حابه تخليه الليمون، هتاخدي الليمون اللي انت عصرتيه ده تروحي سلقاه لو انت عايزاه سريع، وتروحي مخليلاه عادي تماما بهرسه الشطه وكل حاجه. اما لو حباه يقعد يطول لشهر رمضان، فانت هتحطيه زي ما هو. طبعا بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى اوريكم الفلفل الحراق بتاعنا. طبعا عملت البرطمان دوت، هتلاقوا برضو الفيديو بتاع البرطمان الفلفل الحراق زي ما انتم شايفين زي بتاع بره بالظبط. شايفين بسم الله ما شاء الله شكله جميل ازاي. وادي الزيتون العزيزي، وده الاحمر اللي هوريهولكوا ده زيتون تفاح. وادي الزيتون التفاح. وبالشكل ده اهو، ادي الزيتون بتاعنا اللي احنا عملناه. طبعا كمان عملت كمان في القناة البصل المخلل لشهر رمضان. طبعا ان شاء الله الفيديو الجاي انتظروه، هيبقى جميل جدا جدا جدا. بس انا مش هحرق لكم الفيديو عشان تشوفوه هيعجبكم، وكل المحبين السمن البلدي يجمعوا ان شاء الله الفيديو الجاي. طبعا يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم، وما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وكومنت جميل. واتمنى كده ان شاء الله ان انتوا تخشوا باذن الله تتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي تكون وتنول اعجاب حضراتكم. هتلاقوا وصفات جميلة جدا ومخللات شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بنبتدي دلوقتي ان احنا نشيل مخللات شهر رمضان عشان يبقى طعمها جميل جدا على الشهر الكريم. ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله. مع السلامة.